ازيك يا حماده يا اخويا، عامل ايه؟ بخير والله العظيم الحمد لله. انت عامله ايه يا سهام يا اختي؟ طمنين عليك. الحمد لله يا اخويا. وجوزك بخير كده يابا وعيالك بخير؟ كويسين الحمد لله يا رب دايما. طب تعالي يا بنت، هتكلم وانت واقفه ولا خش؟ ما انا هدخل وتعالى يا اخويا عشان عايزاك. عايزاني؟ يا لهوي تحت امرك يا اختي، خير اموريني. مرش عليك ظالم يا اخويا، تعالى عشان عايزاك. يا لهوي عينيا يا سهام يا اختي، هو انا ليا بركه غيرك ياما؟ اموريني. ايه يا اخويا، هو انت مش معانا خالص كده؟ يعني ايه مش معاكي خالص؟ هو انا ما باجيلك؟ هو انا منفض لك؟ هو انا ما بسالش عنك؟ ما اللي ربنا جدني بعمله والله يا سهام. انت تقدر تنفض لي ولا تقدر ما تدخلش عليا؟ وانا مش اختك ولا ايه يا حماد؟ يا لهوي وانا اقدر؟ لا ابوس انت الخير والبركه، انا مجبر ياما اشيل واجيلك، وربنا يديني الصحه طول ما انا عايش هشيل واجيلك. هو انا اقدر اقصر معاك يا سهام يا اختي؟ ده انت بركتنا ياما. ايوه وبعدين يعني يا حماد، انا بدي افهم، هو ابوك ميت بقاله قد ايه؟ ابوك ميت بقاله سنتين اهو، الله يرحمه. سنتين وانت يا اخويا ساكت، ما بتتكلمش على الورث خالص. ورث؟ انت عايزه ورث يا سهام؟ ايوه يا حماده، ورث في البيت والارض يا حماد. بيت والارض؟ مفيش ورث يا سهام. يعني ايه للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الانثيين. ايوه يا اخوي، للذكر ما انت هتقولي للذكر مثل حظ الانثيين، الله يبارك لك. امال ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين يابا في اللي ابوك سابه، لكن ابوك ما سابش حاجه. صلى على النبي يا سهام عليه الصلاه والسلام. ابعاد ربنا كده شهاده تنزل لك جبرك. انت عارفه ان البيت ده ما انا عامله من غربتي، من شجايه ومن عرجي ومن تعبي، وابوك كان قاعد معايا. ابعاد لله، تعرفي كده ولا لا؟ اعرف. يبقى انت عايزه ورثك في ايه؟ في الارض يا اخوي. ما هاني ما قلتلكيش بقى الكلام اللي هقوله لك ربنا شاهد عليه وكبار البلد. ابوك قبل ما يموت ياما باع الارض ودخل شركه في مشروع هو وعمك السيد، دفع الفلوس ياما واتنصب عليهم. اقول لك حاجه، مش بعد يكون ابوك مات في الموضوع ده. وزي ما قلت لك يا بنت، عندك عمك السيد تقدري تساليه، وعندك كبار البلد عارفين بالموضوع. يعني من الاخر انت مالكيش حاجه يا سهام، وانا كمان ماليش حاجه. يعني انا هطلع من بولة بلا حمص. هتطلع من المولد بلا حمص. بقول لك مفيش ورث، الارض اتباعت ياما وابوك صرف فلوسها من زمان. يعني خلاص. انا يا اخويا جيتي على الفاضي، يعني انا ماليش حاجه. جيتك على الفاضي. طيب يا اخويا عايز حاجه؟ لا بقول لك تعالي بقى. في ايه؟ اصل انا ما قلتلكيش اصل ابوكي بقى من فلوس الارض عليه 150,000 جنيه. إيه؟ ابوكي لسه مديون ب 150,000 جنيه، وانت لسه جاي لها للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى انا ياما هشيل 100,000 جنيه هسدهم، بس عايز منك 50 اهو للذكر مثل حظ الانثيين زي ما انت قلتي. ولا انت ياما تيجي تطالب في الورث لكن لو مديون تخلعي؟ ايه يعني انا جايه طالب في ورث تطلعني مديونه؟ يعني ايه طالعك مديونه؟ عايز منك 50,000 جنيه، مش جايه تطالب في الورث؟ شيلي معايا في الدين. مش خير ولا ايه يا حماده؟ اجيب لك منين 50,000 جنيه يا حبيبي؟ سد انت يا حبيبي. اسدني؟ هو ده كلام العدل؟ ايوه كلام العدل. هو ده كلام العدل؟ انا عايز حد يفيدني بس بالله عليكم. معلش ان شاء الله باذن الله هلاقي عندك الاجابه. اختي جايه لي بعين قويه قوي تقف لي وتقول لي انا عايزه ورثي. حقها ما قلناش حاجه، لكن السؤال هنا لو ابويا مات مديون وقلت لها يا اختي هاتي عشان نسدد عن ابوكي، كده انا غلط؟ انا ضد الشرع والدين؟ ولا ده اللي المفروض يحصل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.